أهلا بيكم متابعي منصة الأموال في لايف جديد. علبة السجاير هتبقى ب24 جنيه خلال 48 ساعة، ده اللي أكده مسؤول في صناعة السجاير، بس التنفيذ محتاج 3 خطوات بس. فهل دي الحقيقة فعلا؟ وهل أسعار السجاير بدأت تنزل بجد ولا لسه الناس هتشتريها بالغالي؟ ده اللي هنعرفه في اللايف ده. من بعد الإعلان عن بيع 30% من شركة الشرقية والدخان لشركة إماراتية، والحكومة بتبشر الناس بالخير، وعدت بانخفاض الأسعار الفترة اللي جاية، خصوصا إن من ضمن بنود الصفقة تخصيص 150 مليون دولار لشراء التبغ والمواد الخام اللازمة للإنتاج، بحيث يغطي السوق ويزود كمان عن احتياجاته فتتحل الأزمة. لكن لغاية دلوقتي الناس لسه بتتكلم عن ارتفاع الأسعار، ومدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة إلين ساندب شايف إن نقص الدولار أثر على إنتاج السجاير، وخصوصا لما تعرف إن التبغ ممنوع زراعته في مصر ولازم نستورده بالكامل من بره. ده غير كمان إن عدد من تجار الجملة لسه متمسكين بموقفهم ومخزنين البضاعة بسبب التكهنات الكتيرة عن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على السجاير. بس في المقابل وفي محاولة للسيطرة على الأسعار، شركة الشرقية أعلنت زيادة الإنتاج مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، وفعلا قعدت مع التجار وحصل ما بينهم تفاهم. لكن ده ما يمنعش إن في ناس مستفيدة من الأزمة ومصممة إنها تكمل في رفع الأسعار، زي ما قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان. وهنا بقى يجي كلام إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، واللي أكد إن حل المشكلة من أولها لآخرها ممكن يحصل في 48 ساعة بس، لو الحكومة نفذت ال3 خطوات اللي هنقول عليهم دول. وأول خطوة معانا هي سرعة إعداد التشريع الضريبي اللي كان من المفترض تعديله في شهر مايو الماضي، وده المقصود بيه الإعلان عن نسبة الزيادة اللي هتحصل في الضرايب على السجاير، بحيث السوق يفهم راسه من رجليه والأوضاع تبدأ تستقر. بس علشان ده يحصل احنا محتاجين انعقاد مجلس النواب، وحاليا البرلمان في أجازة وهيرجع شغله في أكتوبر، وساعتها القرار هيكون بإيديهم، لأن لغاية دلوقتي المجلس ما أعلنش إن الحكومة طلبت منه زيادة الضرايب على السجاير. أما تاني خطوة بقى، واللي ممكن شركة الشرقية للدخان أكبر منتج للسجاير في مصر تنفذها من غير الرجوع للبرلمان، هي تغيير طريقة التوزيع. وفي المعتاد الشركة بتورد السجاير للتجار الكبار، ودول بيودوا السجاير للتجار الجملة، ومن وراهم التجار نص جملة، لغاية ما توصل لصاحب الكشك أو المحل اللي انت بتشتري منه علبة السجاير. وفي وسط الرحلة دي بقى بيظهر الحيتان اللي بيخزنوا البضاعة بكميات كبيرة ويعطشوا السوق. عشان كده مبابي اقترح ان احنا نقلب العملية كلها، بحيث توزيع السجاير يكون للتجار الصغيرين في المقام الأول. وهنا الشرقية للدخان وضحت نقطة مهمة جدا، وأكدت انها على تواصل دائم مع الأجهزة الرقابية، وبتمدهم بكشوف الموردين اللي بيتعاملوا معاهم والكميات اللي بياخدوها واتصرفت لهم امتى وبكام، وده عشان يعرفوا حجم الإنتاج اللي بينزل السوق وخط سيره كمان. أما تالت حل بقى اقترحه إمبابي، فده مرتبط بكميات السجاير المخزنة اللي ضبطتها حملات التفتيش خلال الشهور الأخيرة. وإمبابي اقترح إنه يتم إعادة طرح السجاير دي للمواطنين في منافذ بنزينة وطنية التابعة للجيش، بحيث نضمن إنها تتباع للمواطنين بالسعر الرسمي. وأخيرا لازم تعرف معلومة مهمة جدا، الشرقية للدخان مش هي اللي بتحدد أسعار السجاير في مصر، والحكومة هي اللي مسؤولة عن كده، وده حسب كلام عبد الغني منصور المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، اللي أكد إنه مفيش أي زيادة جديدة هتحصل في أسعار السجاير، بالعكس ده احنا هنشوف انخفاض في الأسعار الفترة اللي جاية. ودلوقتي بقى شاركونا في التعليقات وقولوا لنا علبة السجاير عندكم وصلت لكام؟ وهل انتم من الناس اللي قررتوا تبطلوها خالص وتريحوا